إذا أراد الله بالعبد خير فتح له باب التفتيش، وإذا ما أراد الله بالعبد خير خلى فكره كيف يعيش. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم، والله يا إبليس ابن كلب، والله يا إبليس دهور العالم، والله يا إبليس لعب بالعالم. مشكلته أنه خفي وخبيث وخاين وخبري وخطير. حط بالك، ترى الله جل وعلا حذر الأنبياء منه وقال لنا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان. يا شيب عيني، يا شيب عيني، ربعي يا هلي، ربعي يا هلي. كيف الرجاجيل تقضب الحال الشيطان بالشكل ذا؟ وبسمير الله عطاك عمر وعطاك حياة وعطاك وقت وعطاك صحة وعطاك نشاط وعطاك عافية، وبس شلون نبي الجنة؟ وين الصحابة؟ وين الرجال الأولين؟ وين أصولنا؟ وين قدواتنا؟ هذا هبال الشيبان، هبال العقيل. أجل شلون هبال السفهاء؟ وشلون هبال المراهقين؟ وشلون هبال الزاحفين؟ يا ربعي يا هلي، يا ربعي يا هلي. لذلك ضروري جدا الاتصال بالخير وأهله والانفصال من الشر وأهله. ضروري جدا مجالس الإيمان، مجالس الأحباب، مجالس الدعوة، مجالس الهداية. يا حول اللي ما له دعوة، يا حول اللي ما له أحباب، يا حول اللي ما له زيارات ومجالس تسعد القلب وتجهزك للآخرة. يا الله تهدينا يا الله.